ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده بقى هنعمل وصفة كده سهلة وسريعة نقدر نقول عليها جوع آخر الليل أو ممكن كمان في السحور في رمضان. طعمها بجد في منتهى الجمال. هنعمل النهارده بيتزا كده سريعة بدون ولا عجن ولا فرد ولا تعب ولا مجهود، 10 دقايق كده في المطبخ وهكون جاهزة معاكم. النهاردة بقى هنعمل بيتزا توست. النهاردة هنعملها كده سريعة، بجد طعمها في منتهى الجمال. يعني لو عايزين تعملوا كده عشاء خفيف سريع وملكوش نفس كده ان انتوا تخشوا المطبخ وتحضروا اي حاجة، هتقدروا تعملوها بكل سهولة. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة وفي الوصفة ونشوف عملناها ازاي. هي دي كل مكونات البيتزا معايا. احنا هنسميها بيتزا بقى عشان بصراحة مفيش فرق بينها وما بين البيتزا. هنا ده معايا الخرشوف ده انا بجيبه بيكون يعني في علب كده معلب ومتضاف عليه زيت. هو بيكون القطعة كبيرة فانا بقطعها كده قطع صغيرة عشان نقدر ان احنا نوزعها في كل الصينية. طعمه بجد في منتهى الجمال، طعمه حلو جدا لو انتوا ضفتوه مع البيتزا. هنا انا هحتاج منه علبة واحدة. انتوا ممكن بقى يعني الكمية دي في ايديك انتوا زي ما انتوا عايزين. هنا كمان معايا فلفل الوان، انا هستخدم فلفل احمر واصفر. طبعا انتوا ممكن تستخدموا ثمرة واحدة بس من الفلفل، يعني اي نوع فلفل موجود عندكم في البيت مفيش مشكلة. انا احتاجت هنا او كان عندي اللي هو الفلفل الاصفر والاحمر. انتوا ممكن كمان يعني تستبدلوا لون واحد، يعني ممكن تضيفوا لون واحد بس. وهنا كمان معايا الموتزاريلا دي سيومي، طبعا يعني دي متواجدة في اي سوبر ماركت، هتقدروا ان انتوا تلاقوها بكل سهولة. دول 300 جرام من الموتزاريلا، انا بجيبها تبقى قطعة كده سليمة وببشرها انا عشان اضمن بس ان هي تبقى تديني المطة اللي احنا بنشوفها كده في البيتزا. وكمان معايا علبة كده صغيرة من المشروم اللي هو الفونجي او اللي هو الشامبينيو. انا هستخدم كده علبة صغيرة، برضه بتدي طعم حلو جدا مع الحشوة بتاعتنا. ومعايا كمان ده زيتون، انا بجيبه كده بيكون مخلي وبقطعه كده قطع صغيرة. هنا كمان معايا كوباية من صلصة الطماطم. الصلصة دي اللي هي بتكون مركزة بتبقى في ازايز. هحتاج منها كوباية يعني بمعدل 200 جرام. هضيف بقى عليها ملح ورشة صغيرة كده من الأوريجانو ومعلقتين 3 كده من زيت الزيتون. الملح بقى انتوا تقدروا تظبطوه يعني حسب ما انتوا عايزين. انا هنا مش هسبكها، يعني عموما الصلصة بتاعت البيتزا ما بتكونش متسبكة خالص، يعني ما بنحطهاش خالص على النار، هي بتكون نية كده زي ما انتوا شايفين. بنضيف عليها الملح وممكن تضيفوا اوريجانو او ممكن تضيفوا يعني معلقة صغيرة من الروزماري. هنا بقى بطل وصفتنا النهاردة هو التوست. طبعا التوست بيكون موجود عندنا في كل بيت، فاحنا النهاردة بقى هنستغله وهنعمل وصفة النهاردة بالتوست، يعني هيكون بطل وصفتنا النهاردة هو شرايح من التوست. هنا بقى معايا صينية، طبعا الصينية دي تقدروا زي ما انتوا عايزين اي صينية موجودة عندكم حسب حجم يعني البيتزا انتوا عايزينها ازاي. معلقتين كبار كده من الزيت، يعني ممكن زيت زيتون او ممكن معلقتين كده من سمنة او من الزبدة زي ما انتوا عايزين. هنبتدي بقى نرص شرايح التوست كده جنب بعضيها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، مفيش اسهل من كده. لو في اي كده فراغات كده اهوت هنحاول بقى ان احنا نملاها. هنا هنقطع كده التوست حسب بقى حجم الفراغات اللي في الصينية، وهنبتدي بقى نرصها كده، يعني هنخليها يعني على قد ما نقدر نحاول ان احنا نملى الفراغات دي. لو الصينية اللي انت هتستخدموها يعني هتكون مقاسها قد يعني حجم التوست بالظبط، يبقى مش هتحتاجوا ان انتوا تقطعوا كده وتملوا الفراغات. لكن انا الصينية اللي استخدمتها هي كانت كبيرة شوية، فاضطريت طبعا ان انا اقطع كده قطع من التوست واملى بيها الصينية. هنا بقى بعد كده هنبتدي بقى هنضيف الصلصة بتاعتنا فوق التوست، بس خلي بالنا دايما ان احنا يعني نحاول ان احنا الصلصة ما تجيش على الحروف علشان ما تتحرقش. نوزعها كده فوق كل توستاية كده. هنبتدي بقى نوزع معلقة كده من الصلصة اللي هي صلصة الطماطم، وهنبتدي بقى ان احنا نوزعها كده بالتساوي. بجد طريقتها سهلة جدا جدا، يعني انا بجد يعني هي ما خدتش مني اكتر من 10 دقايق. يعني الحشوة طبعا انتوا ممكن يعني تنوعوا فيها زي ما انتوا عايزين، ممكن تشيلوا اي حاجة مش موجودة عندكم او ممكن تزودوا اي حاجة، طبعا دي حسب رغبتكم. نوزع بقى الصلصة كده فوق التوست بالمنظر ده. بعد بقى ما توزعوا الصلصة، لو حسيتوا ان يعني الصلصة جت على الحروف كده، حاولوا كده بمنديل ان انتوا تنضفوا كده من عند الحروف وبس كده.
هي خلاص كده كده أول طبقة جاهزة معانا. هنبتدي بقى نضيف أول حاجة هنضيف شوية موتزاريلا كده نبتدي بيها. هنا بقى معايا كده يعني كبشتين كده من الموتزاريلا، هنبتدي بقى يعني نضيفهم كده، دي أول طبقة معانا. هنوزع بقى الموتزاريلا كده اهوت، وبعد كده هبتدي بقى نضيف بقى الخضار اللي عندنا. هنا اول حاجه ابتديت بيها هي الفلفل. طبعا انت لو عندكم كده قرنين فلفل من الفلفل الحار ممكن كمان تضيفوهم، هيدوا بجد طعم حلو جدا. وزي ما قلت لكم ممكن تنوعوا في الحشوه زي ما انتوا عايزين، ممكن تضيفوا يعني اضافات تاني غير اللي انا يعني ضفتها. ممكن تحطوا اي حاجه موجوده عندكم، اي حاجه انتوا بتحبوها. هنضيف بقى كل الخضار، ضفت الفلفل وبعد كده ضفت شرايح الزيتون بالشكل دوت. حاولوا بقى انتوا توزعوا كده الخضار، يعني ما تسيبوش الخضار يبقى يعني في مكان واحد، حاولوا ان انتوا توزعوه كده في كل الصينيه. وكمان ابتديت بقى ان انا برضو اوزع اللي هي القطع من الخرشوف، برضو وزعوها علشان برضو ما تبقاش كل الحشوه يعني مركزه في مكان واحد. هنا بقى معايا المشروم ده بيكون شكله بيكون في علب كده زي ما انتوا عارفين، بتبقى علب معلبة، وبيكون كمان يعني بيكون متضاف عليه زيت. فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تصفوه كويس جدا من الزيت. ابتدوا بقى وزعوا شرايح المشروم بالمنظر دوت او بالشكل دوت. يعني حاولوا بقى انتوا توزعوا يعني بذوقكم كده هوت. يعني اقعدوا بقى يعني ابدعوا كده وانتوا بتوزعوا كمية الخضار. هي كمية يعني لون الخضار لوحده بجد حكاية، يعني يفتح النفس بجد. واخر حاجة بقى هنضيفها هي كمية الموتزاريلا اللي معانا. هندخلها بقى الفرن، لازم نكون طبعا مشغلين الفرن قبلها على درجة حرارة 200. هي على فكرة مش هتاخد معاكم اي وقت خالص، هي خدت تقريبا معايا 20 دقيقة او ممكن يعني 25 دقيقة مش اكتر من كده. طبعا شرايح التوست زي ما انتوا عارفين يعني مستوية، وكمان يعني الخضار اللي احنا ضفناه مش هياخد اي وقت خالص. اول بس ما الموتزاريلا كده تسيح ابتدوا بقى طلعوها. بجد ريحتها جميلة جدا، حاجة كده سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكم اي وقت خالص في تحضيرها. كام شريحة توست عندنا كده وشوية خضار هنقدر نعمل الجمال ده. حلوة جدا خصوصا كمان في ايام الصيام ممكن تعملوها. لو حابين بقى ان احنا ننوع كده هوت ونغير في الاكل ممكن نعملها بكل سهولة. طريقتها سهلة جدا على فكرة، ومش هتاخد منكم اكتر من 10 دقايق في المطبخ. متأكدة لو انتوا جربتوها مش هتقدروا بجد تفرقوها ما بينها وما بين البيتزا اللي احنا بنشتريها جاهزة. النهاردة بقى عملناها بكل سهولة كده بكم شريحة توست موجودين عندنا في البيت، يعني بدون ولا عجن ولا فرد ولا مجهود ولا تعب. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، وانا متأكدة لو انتوا جربتوها هتعجبكم جدا. وبس كده كده وصلنا نهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي بجد ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا وصفة النهاردة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا له لايك، ومتنسوش كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وألف هنا واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.